بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في وصفتنا الجديدة. معانا فرخة ومعانا طماطم وبصل وتوابل ملح وفلفل وكركم وقرفة وقرنفل. معانا حلة على النار فيها مية بتغلي، هننزل بالخضار وبالتوابل بتاعتنا عشان هنسلق فيها الفرخة. هي في الوصفة دي يا جماعة المفروض تبقى بطة، بس انا ولادي بقى ما بيحبوش البط فعملت بدلها فرخة. ادينا حطينا الفرخة وهنغطش عليها ونسيبها بقى تستوي. وبعد كده هنبدأ في الوصفة بتاعتنا. احنا ان شاء الله هنعمل النهاردة مخروطة، حاجة كده من الزمن الجميل. معانا دقيق وملح ومية، وهنبتدي نعجن عجينة عادية بس مفيهاش خميرة. هنعجنها كويس وتكون العجينة بتاعتها جامدة شوية. اهو ده شكلها بعد ما عجنيها، وده شكلها برضو بعد ما كورناها. هي باينة في الكاميرا الكور كبيرة، بس هي لا مش كبيرة على فكرة، في الطبيعة يعني الكور بتاعتها تبقى صغيرة مش كبيرة. هنا بقى هنبدأ نبططها، هنبططها قد الرغيف الصغير. مخروطة من الأكلات الحلوة اللي كنا بنعملها زمان في المناسبات. هنا قطعناها نصين بالسكينة. هنبدأ نعمل واحدة تانية. يا سهلة مفيهاش أي مشكلة خالص. ادي فردنا التانية، هنقطعها برضو تاني بالسكينة. هنعمل واحدة تالتة كمان اهي عشان ما تبقى صعبة على حد. هنقطعها برضو، وبعد كده بقى هنروح نفردها في المكنة. واللي ما عندهاش مكنه انا هقولها على فكره برضو حلوه، ممكن تعمل بيها المخروط عادي وهي ما عندهاش مكنه. كده فردناها، هنفرش بقى ملايه ونكون شغالين مروحه، وهنحطها تحت المروحه عشان تنشف شويه. اهو ده شكلها بعد الفرد. بعد كده بقى هنحطها في المكنه. خلي بالك وانتي بتبططيها كتري لها دقيق، هي المخروطه بتحب تتبطط بدقيق كتير شويه عن العيش. ده شكلها اهوت بعد ما نزلت من المكنه. هنعمل واحده كمان. واحنا اتفقنا اللي ما عندهاش مكنه عادي تعمل برضو مفيش مشكله. ده شكلها بعد ما خلصنا الكميه بحالها. ودي بقى الفكره التانية اللي قلتلكوا عليها، عادي بنبطط عادي بس الرغيف كبير شويه ونحطها تنشف، وبعد كده نحط 3 طبقات او 4 فوق بعض ونبدا نقطعها بالسكينه. على فكره ديت اصلا المخروطه الاصليه اللي كانت امهاتنا زمان بيعملوها، ما كانش زمان في المكنه والكلام بتاع الايام دوت. فانت عادي ما عندكيش مكنه اعملي ما يهمكيش حاجه، وهتطلع برضو خفيفه وحلوه، متخليش حاجه توقفك، واعملي اللي انت نفسك فيه كله. اهوت ده شكلها واحنا بنقطعها بالسكينه. اهوت ده شكلها النهائي بعد ما خلصنا. هنروح بقى نشوف الفرخه بتاعتنا عملت ايه، هستوت. هنبدأ بقى ننشلها من الشوربة عشان نحط المخروطة. هو المفروض ان هي المخروطة كانت بتتحط فوق منها، بس انا الحلة بتاعتي الصغيرة فعشان كده شلت الفرخة وحطيت المصفى، علشان لو عملت كده كانت الشوربة هتبل المخروطة وتخليها تعجن. فانتي لو عندك حلة مخروطة كبيرة لا اعملي فيها، حطي الفرخة تحت وحطي المخروطة في المصفى بتاعت الحلة من فوق عادي. ما عندكيش برضو حلة حطي مصفى زي حالاتي كده واعملي فيها، مش هتقول لا يعني. اهو فردناها في المصفى.
احنا هنحطها كده 10 دقايق، وبعد كده هناخدها نفضيها على صينية ونسيبها لما تبرد خالص، ما نجيش جنبها لما تبرد، نيجي مفرفرينها، وبعد ما نفرفرها نرجع نحطها في الحلة تاني، نغطي عليها ونسيبها 10 دقايق. وهنا فرختنا كانت استوت، دهناها زيت وملح وفلفل، وهندخلها بقى تتحمر في الفرن. هنا بقى هنعمل ملوخية. حطينا الطاسة على النار، فيها معلقة سمنة والثوم، هنحمره شوية. بعد كده هنحط الكزبرة. انا محطيتش الكزبرة في الاول عشان الكزبرة بتتحرق بسرعة وبتمرر، فحطيتها كده في الاخر بعد ما الثوم احمر شوية عشان ما تمررش معانا. وبعد كده بقى هننزل عليها بالملوخية. في ناس عادي بتحب تحط الطشة على الملوخية فيها، او هي في الحلة يعني، وانا بحب احطها كده، فاللي يريحك اعملي، هما الاتنين حلوين. وده شكلها اهوت بعد ما حطيناها على الطشة. هنا بقى هنروح نشوف المخروطة عملت ايه. دي كده شكلها استوت. هتعرفي ان هي استوت من ايه، هتلاقي لونها اصفر كده شوية. واحنا دي تاني مرة حطيناها في المصفى تاني وحطيناها على البخار. خلاص كده هي كده استوت خلاص. بعد كده هناخدها بقى ونبقى نحط عليها السمنة ونجهزها للاكل. مفرفرة اهيت، مش معجنة ولا حاجة، مفيهاش اي مشكلة. هنا كانت استوت اهيت. هنفضيها على الصينية وهنرش عليها السمنة بقى. هرش عليها السمنة. عايزة تسيحي السمنة عن كده على البوتاجاز التاني عادي، بس هو الجو حر دلوقتي فهي كده كده سايحة. هنفضل نقلب فيها لحد ما نشربها السمنة عشان تبقى طرية وحلوة، وهي معانا مفرفرة وحلوة، مفيهاش اي مشكلة خالص. سهلة خالص، وجربي اعملي كل حاجة في البيت، ما تشتريش حاجة من بره، كلها حاجات بسيطة. وادي شكلها بعد ما استوت. قولوا لي بقى ايه رأيكم.